علقوا وليد صغير من رجليه وبداو تيضربوا له راسو مع الحيط حتى مات. وهذه غير وحده من بزاف ديال الجرائم اللي داروا. سموهم رايه وسكينه ديال الهند لحقاش قتلوا اكثر من 14 الوليد، وبلا حيا بلا حشمه طلبوا العفو باش ما يتعدموش. من بعد ما غتسمعوا هاد القصه غادي تعرفوا الهنود منين تيطيحوا عليهم الافكار ديال الافلام ديالهم. البدايه كانت في 1990 في الهند في ولايه ماهرا اشترا هذا بتشوفوا اشترا. مهم، في 1990 غادي يبداو سلسله ديال العمليات القتل المرعبه، ونبداو بواحد السيده سميتها انان جاباي، عمرها ما بين 48 و 50 عام، وكانت شفافيره. كانت كتمشي للبلايص اللي فيهم الزحام، اصلا الهند كلها زحام، بحال المحطات ديال التران، السواقات، المهرجانات، وتتبدا تسرق البزاطه ومسنسل ديال الذهب، حتى وصلت ل 125 سرقه. هاد انان جاباي مزوجه موهان غافيت، طلعت له فراسو وسمح فيها وتزوج مرا اخرى سميتها بارتيما. هاد انان جاباي عندها جوج بنات، وحده سميتها سيما والاخرى سميتها ريونكا. سيما عندها 25 عام والثانيه ريونكا عندها 29 عام ومزوجه وعندها بنت من راجلها الاول. البنات بجوج زائد راجل مولات 25 عام عايشين مع امهم اللي هي انان جاباي، وحتى هما كانوا شفيفيرات، كانوا تيمشيو بزاف المهرجانات، واللي بانت لهم لابسه شي سلسله ديال الذهب كيطيروها ليها. المهم العائله المحترمه بما فيهم راجل هذيك مولا 29 عام كانت خدمتهم هي السرقه ومنها كيعيشوا، وكانوا معروفين وديما تيتشدوا، ولكن كيعاودوا يخرجوا لحقاش كانوا تيرشيو البوليس. واحد النهار ريونكا مشات لواحد المعبد هي وبنتها وبغات تسرق لواحد السيد بصدامو، حس بها وشد ليها يديها وسط جيبو. فاش حصلات قلبت عليه القضيه وبقات تتبكي، كيفاش وانا غير وليا ونسرق وانا معايا بنتي، واش انا معايا بنتي ونسرقاك؟ وفاش الناس سمعوا الغوات ديالهم وتجمعوا عليهم وفاش عرفوا شنو كاين باللي السيد راه حصلها وقبط لها يديها في جيبو تتسرقوا، تيقوها هي وكذبوه، قالوا لا هذه راه معاها بنتها صغيره ومستحيل تسرق وما غاديش تغامر بها. صافي هما يفرقوا الجوقه. اختها جاتها من الجنه والناس انها منعات بسبب من؟ بسبب بنتها. مشات للدار وعاودت لامها واختها شنو طرا وكيفاش قدرت تخرج من المشكل بسبب بنتها، وعجباتهم الفكره، وقرروا انه في كل مره غادي يبغيو يخرجوا باش يسرقوا خاص يكون معاهم شي وليد ولا شي بنيه صغار باش ما يشك فيهم حد، وحتى الا حصلوا غيديروا بحال اللي دارت هذيك اختهم في المعبد. هما بربعه، الام وبناتها بجوج وراجل بنتها اللي عايش معاهم. ومن هذا النهار بداو تيخطفوا الدراري الصغار باش يبداو يخدموا بهم ويسرقوا بهم، خصوصا الوليدات اللي عندهم قل من 5 سنين. كياخدوا الوليد ولا البنيه كيخدموا بهم، وفاش ما كتبقى منه فايده وتيكبر كيتهناو منه. اجي نعاود لكم شنو كانوا تيديروا. في شهر 7 1990 خطفوا واحد الوليد صغير عنده عام ونص سميتو سانتوش، بقاو خدامين به حتى ل 1991، غتكون ولات عنده شي عامين تقريبا. كانوا في الطوبيس والوليد ما بغاش يسكت من البكا، هما خافوا، قالوا هذا راه غادي يفضحنا ويشكوا فينا الناس ولا شي حاجه. هبطوا ومشاو لمورا الطوبيس وضربوا له راسو مع الارض، عرفتي زدحوا له راسو مع الارض وهزوا واحد الحديده وضربوه تاني للراس. الوليد مات في البلاصه، وهزوه وحطوه تحت واحد من دوك الطوبيسات اللي كانوا واقفين تما. واحد البنيه تاني حتى هي عندها عام ونص لقاوها مربوطه، لقاوها الناس في الطواليت ديال السينما ديال العيالات، لقاوها مربوطه سدي لها فمها وديرينها في الشانطه. خطفوا تاني واحد الوليد عنده عامين ونص سميتو ناراش. من نهار سرقوه من امه هو تيبكي وطلع لهم في راسهم. شو داروا له؟ خلاوه بالجوع وبداو تيعذبوه حتى مات. وعلاش هما ينعلوا الشيطان؟ لا، خطفوا واحد الوليد سميتو بانكاج. هاد الوليد عنده 3 سنين وكانوا تيخرجوه يسرقوا به، ومسكين فاش كان تيشوف الناس تيمشي يجري عندهم وتيسولهم على باه وامه وتيقول لهم واش كتعرفوهم، واش كتعرفوا والديا، وبلي راه هادو هي خاطفيني. وفاش حصلوا واحد النهار تيسول الناس على والديه، يقول له وريكم شنو داروا له. علقوه من رجله في السقف وراسو مدلل لتحت، وتيشدوه من راسو وكيخبطوه مع الحيط. عرفتوا بحال ديك الطيطوشه ديال الدراري الصغار، هكاك تيطيطشوه ولكن راسو لتحت ورجليه للفوق، وتيقبطوه وتيرميوه للحيط وراسو تيتزدح مع الحيط، وبقاو هكاك حتى مات. زعما بنات الحرام ما كانوا عندهم شي طرق ديال القتل وديال التعذيب خطيره، ما كانش فيهم لا رحمه ولا شفقه.
في 1993 خطفوا تاني واحد البنيه عندها عام، سميتها بنتي، ماشي بنتي انا، لا، البنيه سميتها بنتي. وموراها خطفوا بنت اخرى سميتها سواتي، عمرها عامين، وولد سميتو جود عنده حتى هو عامين، وبنت سميتها مينا عندها 3 سنين في نفس العام. دابا هادو كاملين خطفوهم في نفس العام. وفي 1994 خطفوا واحد الوليد عنده عامين سميتو انجالي وقتلوه، وهذا عاونهم فيه راجل اختهم مولا 29 عام. وفي 1995 خطفوا تاني واحد الوليد سميتو سوانيل راجا، حتى هو قتلوه. دابا هادو كامل اللي قلت لكم عليهم راه خطفوا هادي عندها 3 سنين، خطفوا هادو كاملين راه كانوا تيقتلوهم، ماشي تيخدموا بهم وصافي، لا، كانوا تيخدموا بهم فين تيساليو كانوا تيقتلوهم. شفتوا بنات الذين شحال خطفوه شحال قتلوا من واحد، والعلم الله واش كاين غير هادو ولا كاينين كتر، ما علينا. فين بغاهم ربي يحصلوا شنو طرا امهم، فين قلت لكم راها كانت مزوجه وراجلها سمح فيها، مازال ما تسرطات لهاش، امهم ما رضاتش ان راجلها يسمح فيها ومشات تزوج وحده اخرى. شنو بغات دير؟ بغات تنتقم منه. وفي 96 سافرت هي وبناتها لواحد البلاصه سميتها ناشيك عند عائله باهم، بات البنات. دوزو سيمانه وخطفوا اختهم من باهم عندها 9 سنين وقتلوها ولحوها في واحد الفدان ديال القصب. امها مشات ديكلارات باختفاء بنتها. حسب لكم قتلوا اختهم صافي سالا ولا ما سالاوش؟ بداو تيخططوا تاني كيفاش يخطفوا بنت مرت باهم كانت ديجا مزوجه وعندها بنت من زواجها الاول عندها 9 سنين. بداو تيشوفوا كيفاش يديروا يخطفوها حتى هي وتهناو منها. المراه شكات فيهم ومشات نيشان لعند البوليس وشدوهم، وهما دغيا اعترفوا باللي هما اللي قتلوا اختهم، وقالوا لهم باللي راه منا هي اللي قالت لنا خصنا نقتلوها وداك الشيء. المهم راه منا هي راس الحربه، ودغيا بيعوا بامهم. كانوا تحقيقات كبيره لحقاش كانوا بزاف ديال الشكايات ديال الاختفاء ديال الدراري الصغار. المهم هادو كل وحده فيهم قرات بهداك الشيء اللي دارت، وحتى راجل مولا 29 عام حتى هو تشد. هاد الشيء كان في 19 نوفمبر 1996. وفي 98 امهم مرضات وماتت في الحبس قبل ما يتصدر عليها الحكم. وفي 29 يونيو 2001 من 1998 حتى ل 2001 عاد حكموا عليهم بالاعدام بتهمه القتل ديال 5 ديال الاطفال. الشيء الاخر قال لك ما تثبتش عليهم التهم انهم قتلوا داكشي كامل، تثبتت غير في 5 ديال الاطفال. راه قلت لكم الهنود كي افلامهم كي واقعهم كي حياتهم كي، ما علينا. انا ساكنه في واحد الدوله انا ساكنه في واحد الدوله جيراني تقريبا واحد 85% ديال جيراني كلهم هنود، والهلا يوريكم الافلام والمسلسلات اللي تنعيشوا معهم يوميا. المهم نرجع لقصتنا. كي قلت في 2001 عاد صدر الحكم بالاعدام بتهمه القتل ديال 5 ديال الدراري اللي هما اللي تبتوا عليهم. وفي 31 غشت 2006 عاد وافقت المحكمه العليا باش تصدر عليهم حكم الاعدام. ما فهمتش زعما علاش التعطيله كامله. هادو اصلا شنو هادو كان خاصهم يحطوهم تحت شي تران ويدوز عليهم على هاد الفضائح وعلى هاد الجرائم اللي داروا. بلا ما تتعصبوا، ولكن 2014 وهما مازالين عايشين. مازال غنزيد نعصبكم ولكن كملوا معايا دابا. وشنو داروا زعما بلا حياه بلا حشمه؟ طلبوا التماس للرئيس الهندي باش يخفف عليهم الحكم، ولكن ما قبلوش وقال خاصهم يتعدموا. ولكن تخفف الحكم في 2022. محكمة مومباي العليا خفت الحكم من الإعدام للمؤبد لحقاش القضية تعطلات. واصلا داك طلب الالتماس اللي قلت لكم داروا الرئيس الهندي باش يخفف الحكم تعطل ب8 سنين. 8 سنين عاد رد عليهم. قلت لكم سبحان الله افلامهم بحال واقعهم. والمحكمه قالت بلي هذا الشيء انتهاك لحقوقهم الدستوريه او حقوق دوك الوليدات، ماشي مشكل. حاليا راهم في الحبس، حاليا في 2025 راهم كاينين في الحبس ديال في مدينه بونا الهنديه، وغيدوزوا فيه حياتهم كامله. صراحه هادو ما كانش خاصهم يشوفوا لا التماس ولا حقوق دستوريه ولا هذا. بالنسبه للبشاعه هاد الجرائم اللي داروا في وليدات صغار كان خاصهم هما ما عطاوش الحقوق للوليدات الصغار. ما عرفتش. مهم هذا سيبقى راي شخصي. هنا تنكون ساليت الحلقه ديال اليوم مع رايا وسكينه ديال الهند. ما تنساوش الا عجبتكم القصه خليو لي ابوني وخليو لي التعليق ديالكم وعطوني رايكم. شكرا بزاف.
الله يعاون.